المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 78 من الكرة مع العمدة، و10 حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. في وسط هوجة المونديال، النادي المصري عنده ماتش مهم جدا جدا مع نادي الزمالك يوم السبت الساعة 5 في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022. وطبعا احنا مش محتاجين نوضح مدى أهمية الماتش ده للنادي المصري. مش هنتكلم في أمور فنية لأننا مش مدربين أو محللين عشان نقيم أداء ومستوى الجهاز الفني واللاعب، ومش متواجدين مع الفرقة في المعسكرات عشان نقدر نحكم عليها صح. احنا جمهور عادي جدا، جمهور بيحب فرقة بلده ونفسه يشوفها دايما في أحسن حال، لكن بالعقل والمنطق مش بالكلام الانفعالي والغير مدروس. وعشان كده محتاجين نوضح لجمهورنا العظيم من خلال حلقتنا النهاردة بعض الأمور والنقاط الهامة اللي نتمنى الالتزام بها، خصوصا إننا في بداية الموسم. أول حاجة، يا ريت يا جماعة نبطل الفرحة الهستيرية والحزن العميق. يعني في حالة الفوز إن شاء الله يا ريت بلاش الإفراط في الفرحة، نفرح بالعقل لأننا لسه في دور الثمانية، ولو كسبنا إن شاء الله هنبقى في دور نصف النهائي، يعني لسه ما خدناش الكاس. يبقى يا ريت نفرح بالعقل لحد نهاية المشوار بنجاح إن شاء الله، وساعتها نبقى نفرح براحتنا، نفرح بقلب جامد. وفي حالة الهزيمة لا قدر الله يا ريت محدش يذبح اللعيبة والجهاز الفني، لأننا لما بنخسر بنحط على كل الناس وبنهد كل حاجة في لحظة غضب. زي ما قلنا قبل كده، احنا في بداية صفحة جديدة في تاريخ النادي المصري، صفحة جديدة في كل حاجة فنية وإدارية. عشان كده لازم احنا كجمهور ندعم التجربة لحد النهاية عشان نقدر نحكم عليها صح. تاني حاجة، لازم نعرف يا جماعة إننا بنلاعب الزمالك، يعني بنلاعب فرقة واخدة 3 بطولات في آخر موسمين، واخدة الدوري مرتين ورا بعض، وحامل لقب كأس مصر. يعني الماتش مش سهل على أي فرقة، مش على النادي المصري وبس. تالت حاجة، عايزين دايما ندعم اللعيبة في الجروبات والصفحات الجماهيرية الخاصة بالنادي المصري، لأن أكيد اللعيبة بتشوف اللي بيتكتب عنها أو على الأقل بيوصل لها. عشان كده لازم نكون خير داعم ليهم، خصوصا قبل المباريات الصعبة. وفي ختام حلقتنا أحب أشكر كل المشاهدين والمتابعين على ثقتهم فينا واهتمامهم بالمادة اللي بنقدمها، واللي بنتمنى دايما إنها تحظى بإعجابكم ونكون عند حسن ظنكم. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.